العربيه ديت المفروض اوتوماتيك بس مانيوال. باشمهندس عبد الحميد ازيك؟ ازيك يا هندسه، عامل ايه اخبارك؟ مش ده طقم الدبرياج؟ ده طقم الدويل كلاتش بتاع العربيات التيجو 7. قول لي بقى عامل ايه ده؟ العربيات دلوقتي بعد ما عداد العربيه بقى بيوصل من 120 ل 160 الف كيلو، دلوقتي الناس بداوا يشتكوا من طقم الدبرياج في عربيات التيجو 7 بعد العداد من 120 تقريبا لغايه 160 الف كيلو. الحمد لله بدانا نوفره تمام كده، وبدانا نوفر الطقم اللوك الاصلي تمام بتاع العربيه. دي حاجه محترمه جدا والضمان. وفرناه برده لاغلبيه العربيات ال7، وان شاء الله بنجيبه برده لل8 اللي هي الدويل كلاتش الجديده. برضه هيبقى بنفس الثمن؟ لا طبعا ال8 هيبقى في فرق جامد جدا في السعر، بس قلت عشان هو ده ولا انهي واحد؟ ده 65000 جنيه بالتركيب والزيت. لا عشان خاطرك انت، عشان قلت العرض ده برعايتك انت 59000 جنيه. على فكره ده مش متفق عليه، يعني الكلام ده مش كده. طيب ده 59000 جنيه شامل التركيب. هو ده انا قلته لك. شامل التركيب وزيت في دي سي انت تي بتكسب زبون. تمام، وكمان التكويت. اكسب زبون. ايوه هندسه، بس مش هيبقى عدد. وهيجي لك بعد برضه كده زيت ما وفلتر، تخسرنيش قوي يعني. وهيجي لك زيت وفلتر، وهيجي لك طيب، حاجه ما ثانيه، تخسرنيش قوي. وهيبقى ماشي معاك. اكسب زبون. طيب ممكن طب نعرفهم اعراضه؟ ايه اعراض تلف؟ بص، فاكر طقم الدبرياج بتاع زمان عربات ال 28 و 32؟ انا ببسط انت قوي. المانيوال مش لازم طقم الرعشه زمان. الرعشه في الطلعه، وفي اريز ومانيوال عادي يعني. الرعشه في الطلعه، وبرضه موفرين برضه طقم الدبرياج عايزه برضه اللوك برضه بسعر منافس. حلو. ايه المشكله؟ اللاج، الرعشه في الطلعه تمام، نزول من المطبات، مفيش تسارع، ده العربيه كانها مخنوقه مش قادره تطلع المطالع والكباري تمام كده. كل ده يعمل مشكله. كل ده دي اعراض تلف طقم الدويل كلاتش تمام. الطقم هنا اعمل حسابك احنا بنركبه كامل، يعني الدويل كلاتش بالبلي بالمساطر الكهرباء بتاعت الفتيس. مهم قوي الكلام ده، الناس تمام؟ تبقى عارفاه وتبقى فاهمه. نوعه بقى ايه؟ نوعه لوك، وان شاء الله هتضمه ده يعني ايه اصلي؟ ده الاصلي في طقم الدبرياج. دي اكبر شركه مصنعه لطقم الدبرياج والدويل كلاتش. تمام، وان شاء الله برضه ندي ضمان عليه زي الايس يعني اليابانيه والكلام ده. تمام، وندي ضمان عليه كمان 6 شهور. ضمان 6 شهور يبقى ضمن. ايه رايك؟ شكرا يا باشمهندس. اوامر يا كبير.